يروى أن رجلا جاء إلى أحد العلماء ذات ليلة وقال له: يا إمام، منذ فترة طويلة دفنت مالا في مكان ما، ولكنني نسيت هذا المكان، فهل تساعدني في حل هذه المشكلة؟ فقال له الإمام: ليس هذا من عمل الفقيه. ثم فكر لحظة وقال له: اذهب فصلي حتى يطلع الصبح، فإنك ستتذكر مكان المال إن شاء الله تعالى. ذهب الرجل وأخذ يصلي، وفجأة بعد وقت قصير وأثناء الصلاة تذكر المكان الذي دفن المال فيه، فأسرع وذهب إليه وأحضره. وفي الصباح جاء الرجل إلى الإمام وأخبره أنه عثر على المال وشكره، ثم سأله: كيف عرفت أني سأتذكر مكان المال؟ فقال الإمام: لأني علمت أن الشيطان لن يتركك تصلي، لذلك سيشغلك بتذكر المال وترك الصلاة.